من بريد القراء. واحده بعتت لي قالت لي انا تابعتك لما انت بتتكلمي عن الهوشيموتو والغده وازاي العلاج والكلام ده. واحده ثانيه بعتت لي قالت لي انا تابعتك لما لقيتك بتقولي في دخل اضافي من وانت قاعده في البيت والاونلاين بيزنس، فتابعتك عشان اعرف. وامل بعتت لي قالت لي يا مين والله بلاش نكد عشان هتعبنا من النكد، وامي عيانه وابويا عيان فمش ناقصه نكد. طيب ماشي، ممكن دلوقتي تقولوا لي ايه الموضوع اللي تحبوني اتكلم فيه؟ ما انتوا يا جدعان ما حدش فيكم بينطق ومش فاهمه انتوا عاوزين تتكلموا في ايه. طب انا هكلمكم دلوقتي في المختصر المفيد. امل قالت لي ميمي بلاش ذكريات النكد، لو عندك ميمي في الغربه حاجه ايجابيه قوليها، حاجه نكد ما تقولهاش. فانا عايزه اعرف رايكم انتوا زي امل ولا ممكن اتكلم؟ دي تاني حاجه. تالت حاجه انا هتكلم عن اونلاين بيزنس على السريع عشان ما حدش يزهق. الشارع زحمه ازاي؟ هتقولي لي طب ما الشارع زحمه وانت بتقولي اونلاين بيزنس وبتترحمي من الزحمه ومش عارف ايه. ايوه انا قلت كده، بس بنزل يعني مثلا عاوزه انزل بروح الجيم، ففي وقت عندي بقى فيه طاقه فبنزل، بس مش النزول بتاع الاسترس، النزول بتاع اتاخرت والترافيك ومش الترافيك. وواحده ثانيه بعتت لي قالت طب انا شغاله اسيب الشغل؟ لا يا حبيبتي ما تسيبيش الشغل، خليكي في الشغل زي ما انت. في البدايه الاونلاين بيزنس مش محتاج منك اكتر من ساعتين 3 في اليوم، خليكي في شغلك لحد ما تشوفي نتائج الاونلاين بيزنس. الاونلاين بيزنس ده مش وظيفه، ده المشروع بتاعك، زي كانك اخدتي توكيل لستاربكس ماكدونالدز فرانشايز، فانت الاونر بتاع البيزنس، فانت مش اول ما هتفتحي المحل هتجيلك الزباين من اول يوم، فانت تستني خليكي في شغلك. واللي ما بتشتغلش ما هي كده كده ما بتشتغلش، فالاونلاين بيزنس كويس ليها، بدل ما هي قاعده بتتفرج على مسلسلات وقاعده على التليفون ما بتعملش حاجه في حياتها وعماله تنق فده كويس ليه، هتعمل فلوس وتتفسح وتروح تزور هنا وهنا وتلف الدنيا احسن من قعده النق اللي بتعملها. فدلوقتي عندكم اختيارات كتيره، قولوا لي الحاجه اللي عاوزيني اتكلم فيها يا جدعان، انطقوا يلا يا حلوين، صباحكم حلو، باي باي. باي يا امل، يا امل سلمي على امك وعلى ابوكي وابن امل العسل، باي.